اهلا بيك يا صديقي. لا تقول لي فول بالطعمية ولا زبادي بالعسلية، علشان النهاردة احلى مسلسلات كورية، احلى مثل الشباب العساسيل وبنات الامامير. مش هنتكلم كتير وخش بينا يابا على الملخص الجميل. فتح عينك ودنك وركز معايا واضرب اللايك وحط اشتراك ويلا بينا. بيبدأ المسلسل مع بنت جميلة اسمها إيلا، وبتكون صوتها حلو أوي وعندها فرقة خاصة بيها، وبتكون على المسرح ومولعة الدنيا غنى ورقص، والجمهور بيكون منبهر بيها جدا يا صديقي، وبيكون عندها فانزات كتير من كل أنحاء العالم. ولحد هنا يا صديقي الدنيا تمام التمام، وفي الوقت دوت بنشوف طفلين توأم بيتفرجوا عليها، والغريبة بقى إنهم فاهمين اللي بيحصل وبيتكلموا عادي كده زي ما أنا وأنت بنتكلم مع بعض، وبنعرف إن هما كانوا شباب كبيرة بس ماتوا في حادثة واتولدوا تاني في جسم الطفلين اللي احنا شايفينهم قدامنا دول، وبيكونوا ولاد المغنية إيلا. لقوا الغريبة إن هما فاكرين كل ذكريات حياتهم السابقة، وبتدخل عليهم المربية بتاعتهم، وبيكون الطفلين الصغيرين بيتفرجوا على الحفلة، وبتكون فرحانة إن هي مسيطرة عليهم ومخليهم يسكتوا. وبتجيلها رسالة من إيلا وبتقول لهم إن أمكم هترجع للبيت بعد الحفلة. فالطفلين بيبصوا لها وهي بتتفاجئ، بتحس إن العيال فاهمين كل الكلام رغم إن هم لسه صغيرين، بس هي بتكون مش فاهمة أي حاجة في أي حاجة. وبعدها أمهم إيلا العسل رجعت البيت وبتفضل تلعب مع أطفالها، يا ريتني كنت معاكم. بس لما بتشيل حد منهم التاني بيعيط، فبتضطر تشيلهم هما الاتنين، وبيكونوا فرحانين إن نجمتهم المفضلة دي هي والدتهم. فبيوصل مدير أعمالها فبتسأله إيلا هو ينفع تاخد الأطفال معاها الحفلة؟ فبيرفض وبيقول لها ده انت نجمة مشهورة ومينفعش حد يعرف ان عندك عيال وانك ام اصلا. لا وكمان محدش يعرف مين ابو العيال دي، وانت كمان مش قايله مين ابو العيال. وقتها إلى العسل بتفتكر ذكرياتها لما الواد حبيبها الناقص اتخلى عنها وسابها. حد يسيب المربى دي وسابها وهي حامل في توأم. لكن إيلا ما سكتتش وقررت تعتمد على نفسها، وقدرت إن هي تربيهم وفي نفس الوقت تكون نجمة مشهورة. وبتعدي الأيام وتعدي السنين وإيلا بتنجح وبتكسر الدنيا. لا وإيه، بتبقى أشهر فرقة في العالم وعندها فيلورز بالهبل. عقبال الفيلورز بتوعها يا رب. بحبوك يا فانزاتي، بحبوك يا فانزاتي. في نفس الوقت إيلا بتفضل تربي عيالها في السر من غير ما حد يعرف. وفي يوم إيلا بتتدرب وترقص معاهم، أرقص معاكم. وفجأة بيدخل عليها مدير أعمالها يقول لها إن هو جايب لها شغل جديد وبيعرض عليها تمثل دور البطولة في فيلم. إيلا على طول بتفرح وبتوافق، لكنها بقى بتعرف إن التصوير في مكان بعيد، فعلى طول بتقرر تاخد ولادها معاها. تاني يوم بيركبوا العربية بيكونوا ماشيين في الطريق، وعيالها بيكونوا فرحانين أوي إن هم هيكونوا معاها. والمربية بتنبه عليهم اوعى حد يعرف إن أمكم مغنية واسمها أيلاي، وقدام الناس اعتبروا المربية هي والدتكم، وأي حاجة غير كده هتسبب مشاكل لأمكم. اسمعوا الكلام يا عيال. العيال طلعوا مؤدبين وبيوعدوها إن هم هيعملوا كده، وبيوصلوا لموقع التصوير والمخرج بيرحب بيها جدا. بس لما بيشوف الأطفال بيستغرب ما بين الشبه اللي بينهم وما بين إيلا. يا دي النيلة. وبيفضل يشك فيهم. بيروح يتكلم مع الواد ابنها اللي اسمه آكو، وآكو بيكون متكلم واثق في نفسه، والمخرج بيعجب بشخصية الواد ده أوي 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 أوي، وبيقول له تمثل معانا مشهد في الفيلم. آكو بيقول له قشطة أنا معاك. لا وكمان بيقعد عشان يحفظ الدور. وأخته العسل دي اسمها روبي، فبتقول له يا ابني الإيه هتمثل مع ماما؟ قال لها يا ناس يا شر كفايه قر. فبتظهر طفله من سنه وعرف ان هي هتمثل معاه في الفيلم، لكنها بتعاملهم بكل تكبر وغرور لانها بتكون طفله مشهوره وهو على الله حكايته. وبيجي ميعاد التصوير بينجحوا ان هم يمثلوا الدور ده كويس قوي، والناس كلها بتنبهر بالموهبه دي. ولما بيخلصوا إيلا بتقعد مع عيالها فرحانه ان هم جنبها وفي حياتها، وبتقولهم ان هي بتحبهم وهتفضل جنبهم. ولما بيناموا بتفضل بص عليهم وسرحانه فيهم. وبنعرف ان هي كانت يتيمه عينه واتربت في ملجأ، وبسبب كده اتعرضت للتنمر كتير جدا. يعني الطريق ما كانش سهل لحد ما نجحت وبقت مشهورة. فبتوعدهم ان هي تربيهم احسن تربية، هتكون معاهم حنينة جدا. وتاني يوم بيروح لها برضه مدير اعمالها وبعرفها ان هو يديها اسبوع اجازة. في الاسبوع ده تعمل فيه اللي هي عايزاه، بس بينبه عليها بيقول لها اوعي حد يعرف مكانك. قالت له عيب عليك يا مدير، سرك في بير. فلما بيمشي على طول بتتصل بحبيبها القديم، بتقول ان ولاده كبروا، بتطلب منه ان هو يجي يشوف عياله، لكن بيرفض. حسب الله ونعم الوكيل فيه. وكمان بيقفل السكه في وشها. وبالليل بقيله بتفضل بص على عيالها وهم نايمين، وبيكونوا صعبانين عليها جدا لانهم ما يعرفوش مين ابوهم الحقيقي، عشان ابوهم سايبهم ومقضيها بابجي. في الوقت ده بنشوف واحد من معجبينها بس بيقدر يحدد مكانها، وبيتعصب لانه عرف ان هي كان عندها اولاد ومخبيه عليهم. تاني يوم إيلا بتصحى وبتروح تفتح الباب، وهنا بتلاقي المفاجأة. الواد الفانز أول ما بيشوفها بيقول لها منك يا كدابة، عندك عيال وكنت مخبية علينا، خدعتيني ليه؟ خدعت اللي بيحبك ليه؟ وهي بصت له قالت له ايه ده؟ الواد ده عبيط ولا ايه؟ بس الواد بجاه في بطنها. فبتقول له بتعمل ايه؟ انا عارفاك انت من الفانزات بتوعي ودايما بتحضر حفلاتي. قالت له بالاماره بتبقى لابس كاب احمر صح؟ الله صح.
وبتشكره على اهتمامه بيها في الحفلات. الواد بيتفاجئ ان هي فاكراه وبيحس ان هو كان ظالمها وبيندم على اللي عمله، لكن خلاص بيبقى الوقت فات، فالواد بيخاف ويهرب، والبت إيلا الحلوة بتقع على الأرض وبتفضل تنزف، وابنها أكو بيشوفها وبيجري عليها، بيتصل بالإسعاف علشان ينقذ أمه. في الوقت ده هي بتحضنه وبتعتذر له لأن هو شافها في المنظر ده، وبتصحى بنتها روبي وبتفضل تعيط، وإيلا بتحاول تطمنهم هما الاتنين، بتقول لهم إن هي آسفة كان نفسها تشوفهم لما يكبروا، وبتطلب منهم إن هم يحققوا أحلامهم، وبتعيط لأن هي كده هتسيبهم لوحدهم، وآخر حاجة بتقولها لهم إن هي بتحبهم، وللأسف بتموت. أولادها بينهاروا وبيفضلوا يعيطوا لأن هما بيكونوا حاسين بالعجز، والشرطة في الوقت ده بتوصل وبتاخدهم. تاني يوم بينتشر خبر والكل بيعرف إن إيلا ماتت، وخصوصا إن هما لما بيعرفوا إن هي ماتت على إيد حد من معجبينها، وبتنجح الشرطة إن هي بتلاقي جثة الواد الفنز ده لأنه لما مشي خلص على نفسه لأنه حس بالذنب. بعدها أولادها بيشوف فيديو لإيلا كانت مسجلاه أول لما اتولدوا، تقول فيه إن هما أغلى حاجة عندها، وبيجي ميعاد الجنازة بتاعت إيلا وبنشوف روبي وهي زعلانة ومنهارة من العياط على والدتها، لكن آكو بيفضل ساكت وواضح إن هو بيفكر في حاجة تانية. بيركب العربية وبيمشي وبيشوف المعجبين بتوع إيلا وهم واقفين بالطابور ماسكين صورتها وعمالين يعيطوا عليها قوي، وبيستغرب هما إزاي عرفوا مكان الجنازة لأنها معمولة في السر ومحدش يعرف أي حاجة. فبيخمن ساعتها إن الفانز هو كمان حد قال له على عنوان الفندق اللي هما فيه، وبيستنتج إن في حد سرب المعلومات دي، لكن بيكون واثق في مدير أعمالها وكمان المربية بتاعتهم، وبيفتكر لما شاف إيلا وهي بتكلم حبيبها وبتقول له عنوانها عشان يجي يشوف ولاده. في الوقت ده بيتأكد إن هو أكيد السبب، فبيبدأ يربط خيوط ببعض، فبيعرف ساعتها إن أبوه هو اللي عمل كده علشان يخلص عليها، فبيقرر ساعتها يدور عليه بنفسه ولازم يعرف هويته علشان ينتقم منه وعلى موت والدته ونجمته المفضلة. وبيمر 10 سنين على اليوم ده، وبنشوف آكو بعد ما كبر وبقى شاب وسيم بيشتغل ممثل، لكنه عمره ما نسي هدفه، وبنعرف إن هو لسه بيدور على والده الحقيقي علشان ينتقم منه. وعلى الناحية تانية بتفتكر روبي ذكرياتها مع أمها لأنها كانت متعودة إن هي ترقص معاها، وأمها اللي كانت بتحبها وبتعلمها كل حركاتها، وكانوا كل يوم بيتدربوا مع بعض. وبنرجع تاني للحاضر، وبتكبر روبي بتقرر هي كمان تبقى نجمة مشهورة زي والدتها بالظبط، فبتروح تقدم في مسابقة، تبدأ ترقص وتغني وتعمل نفس الحركات اللي أمها كانت بتعلمها لها. في الوقت ده بيعجب لجنة الحكام بيها وبيلاحظوا إن هي شبه إيلا، فبيسألوها إذا كانت تعرفها، لكنها ما بترضاش تعرفهم إن هي أمها، فبتقولهم إن هي مثلها الأعلى وبتتمنى إن هي تكون زيها. ولما بتخرج بيبقى أكو مستنيها وبيطلب منها إن هي تركز في دراستها، لكنها بترفض، بتصمم إن هي تحقق حلمها. بيرجعوا للبيت مع بعض، بس أكو بيتصل بلجنة التحكيم بتاعة المسابقة وبيمثل إن هو أبوها، وبيطلب منهم إن هم يرفضوا روبي لأن هي قدمت في المسابقة من وراه. فبتسمعه مربية وبتسأله هو ليه بيعمل كده، وقالت له طب ما تسيبها تحقق حلمها، فبيرفض بيقول إن ده في مصلحتها هي لأنه مش عايز يحصل لها نفس اللي حصل لأمهم. فبيسيبها وبيدخل أوضته وبيبدأ يكمل خطته، وبيبدأ يجمع معلومات عن الناس اللي كانوا مقربين من أمه لأن أكيد أبوها هيكون حد منهم. تاني يوم روبي بيجيلها جواب من المسابقة اللي كانت مقدمة فيها، فبتعرف إن هي اترفضت، فبتزعل جدا وبتحس بالإحباط لأنهم كانوا مبسوطين قوي بالأداء بتاعها، فإزاي رفضوا. فبيحاول أصحابها يخففوا عنها. فجأة بيجيلها شخص وبيديلها دعوة، فلما بتروح بيتعرفوا إن هي جالها عرض تنضم الفرقة، لكن أكو بيرفض وبيقطع الورقة، بيقول لها إن هم أكيد نصابين، بس هي ما بتقتنعش بكلامه، فبتزعل وبتدخل أوضتها تاني، وبيحاول أكو يثبت لها كلامه. فبالليل بيتنكر بيروح للمكان اللي الفرقة بعتت لها فيه، فبيقابل واحدة من الفرقة دي، فبيفضل يتكلم معاها كأنه صحفي. الوقت ده بيسجل لها، فبيسألها إذا كانت مرتاحة في الفرقة، فقالت له إن مدير الفرقة ده بيستغلهم وبيعاملهم وحش قوي قوي وبيدوهم فلوس برضه قليلة خالص، وبتعرفوا إن كل الفرقة زهقانين وعايزين يمشوا من هنا، لكنهم مش قادرين لأنهم ماضيين على شرط جزائي. فبيرجع أكل للبيت وبيسمع التسجيل لأخته روبي عشان تتأكد إن هو كان صح وإن المدير بيستغل البنات. فبتتفاجئ روبي أوي من اللي سمعته، بس في الوقت ده بتزعل لأن هي وعدت أمها اللي هي تكون نجمة مشهورة، وبتتأثر مربية جدا بكلامها، وبتقرر إن هي تساعدها تحقق حلمها، بتقولها إن هي تيجي معاها. فبتاخدها وبيروحوا للمكان اللي إيلا كانت بتتدرب فيه زمان، فبيبدأوا ينضفوه عشان هي تستخدمه. في الوقت ده بيروح أكل المخرج اللي أمه مثلت معاه آخر فيلم ليها قبل ما تموت، فبيعرض عليه المخرج يشتغل معاه لأنه مبهور جدا بيه، لكن أكو بيكون رافض وبيقوله إن هو عنده هدف وعايز يحققه وإنه مش هيقدر يعمل كده لو بقى ممثل، وطبعا هدفه إن هو يلاقي أبوه وينتقم لوالدته. بس المخرج ما بيكونش فاهم قصده، ولما إيكو بيمشي بيفتح المخرج الخزنة بتاعته
وبيمسك ظرفين، وبنعرف ان ايلا هي اللي سايبه الظرفين دول، وبنعرف ان هي طلبت منه يديهم لولادها لما يكملوا 20 سنة، وده علشان يعرفوا مين ابوهم الحقيقي. بعد اسبوع بتبدأ الدراسة، روبي بتجهز نفسها وبتكون فرحانة لان هي رايحة مدرسة الفنون، فبتروح مع اخوها وهي متحمسة، لكنه مش بيكون متحمس زيها لانه داخل بس علشان يحميها. وفي اخر اليوم بيسألها اذا كانت كونت اصحاب، لكنها محبطة وقالت له لا. اقسم بالله عيل ما بتفهم، حد يشوف القمر ده ما يصاحبوش، ده انا لو شفتك اخد رقمك على طول. فبتعرفوا ان كل الطلبة مشهورين وكلهم عندهم متابعين بالالوفات والملايين، وان هي الوحيدة اللي على الله حكايتها ومحدش يعرفها. وفجأة وهم ماشيين بتشوفهم بنت وبتنادي على اكو، واستغرب بيقول لها ايه ده، هي ازاي عرفت اسمه؟ لكنها بتقول ايه ده، انت مش فاكرني ولا ايه؟ وبنعرف ان هي البنت اللي مثلت معاه الدور وهم صغيرين. اما الدنيا دي صغيرة بشكل يا جدع. وبتفرح لما بتشوف بتقوله ان هي اسمها جيني. يا جيني يا عسل انت. وبتسأله هو ليه بطل يمثل مع انه كان موهوب جدا، بس ما بيرضاش يجاوبها على حاجة، وبيسيبه وبيمشي. والله عيب عليك يا عم. بس البت بتمشي وراه وبتفضل تراقبه لحد ما بيدخل بيت المخرج، بتقوله ربنا ما سايباك، وراحت داخله وراه. فبتفكر المخرج ان هي الطفله اللي مثلت في الفيلم بتاعه، لكنه بيفتكر ان هي بعد التصوير فضلت تعيط وطلبت منه يعيد المشهد تاني لان اكو مثل احسن منها. وبتطلب جيني من ساعتها من اكو يرجع يمثل تاني علشان تهزمه وتثبت ان هي اجمد منه. طب ما هي بجد اجمد منه. وبتقوله ان هي هتمثل في فيلم جديد، وبتقوله ايه رايك واد تمثل معايا؟ لكن برضه بيبقى رافض. خديني انا امثل معاكي، انا موافق. بس لما بيعرف اسم منتج الفيلم وبيعرف ان هو كان من الناس المقربين لوالدته، ساعتها بيقرر يوافق. ولما بيرجع البيت بيبدأ يحفظ الدور بتاعه، وروبي بتشوفه وبتتعصب وبتحس بالغيرة. بتقوله يعني هي بقالها قرن بتحاول تمثل، وانت في ثانية الا ثانية تجيلك فرصة تانية؟ لا وجاتلك لحد عندك. قال لها على مشارك فقر. بس بيعرفوا ان هو يدوب دور صغير، فبيطلب منها هي تسيبه علشان يركز، بيقول لها بطلي رغي. ولما بيخلص بيروح استوديو التصوير وبيتفرج على مشهد لبطل الفيلم، بس بيلاحظ ان هو ما بيعرفش يمثل. كوسه يابا كوسه في كل حته. بيكون جايب الواسطه. فبيروح يتكلم مع جينو وبيسالها ليه قبلت تمثل معاه، فبتقول له ان هي بعد ما كبرت ما بقاش بيجي لها ادوار خالص، اضطرت ان هي تقبل الفيلم ده عشان الناس تعرفها وترجع تمثل تاني، حتى لو كانت هتمثل مع حد ما بيعرفش يمثل. فبتطلب منه ان هو يساعدها ينجحوا الفيلم، فبيتاثر بكلام ايكو وبيوافق. ساعتها بيشوف المنتج وهو بيشرب سجاير، فبيفضل يراقبه لحد ما يخلص. بعدها بيروح ياخد السيجاره بتاعته عشان يعمل لها تحليل DNA ويعرف اذا كان هو والده ولا لا. ولما بيخلص اللي جاي علشانه بيقرر ان ينفذ وعده لجيني، وبيروح يعمل الدور بتاعه، لكنه بيستفز البطل وبيفضل يقول كلام مش موجود في النص وبتنمر على البطل. الغريب ان المخرج ما بيرضاش يوقف تصوير، وفعلا بتنجح خطته والبطل بيتعصب وبيضربه. تبدا جيني هي كمان تمثل دورها بمشاعر صادقه، بسبب كده المشاهد بتنجح لانها بتكون واقعيه وكل الناس بتنبهر بموهبتهم ويفضلوا يسقفوا لهم. جيني بتفضل بص على اكو، بتحس في الوقت ده ان هي وقعت في حبه. يا اكو يا ابن المحظوظه. فبتشتهر والكل بيتكلم عن تمثيلها. بعدها اكو بيبقى قاعد، فبيروح له منتج يتكلم معاه، بيقول له تمثيلك بيفكرني ببنت زمان اسمها ايلا. اكو بيتوتر وبيخاف يعرف ان هو ابنها، بس المنتج بيشك فيه اكتر وبيحس انه مخبي حاجه عليه. ولما بيرجع للبيت بيلاقي نتيجة DNA ظهرت. على طول بيدخل الأوضة علشان يفتح النتيجة دي، بس بيعرف إن هو مش والده. بيحس بالإحباط لأن خطته باظت. فجأة روبي بتدخل عليه وبتطلب منه يعمل لها خدمة. تاني يوم بيبعت رسالة لجيني وبيطلب منها إنه يقابلها بعد المدرسة. بتفرح جيني جدا وبتفتكر هو كمان معجب بيها، فبتروح بسرعة على المكان اللي اتفقوا عليه. لكنها لما بتوصل بتتفاجئ لروبي هناك، بتقولها إيه ده اللي جابك هنا؟ وطلع ان روبي هي اللي عايز تتكلم معاها، وبتطلب منها ان هي تنضم للفريق الغنائي بتاعها. لكن جيني بترفض وبتقولها ان هي مش فاضيه، وبتحاول روبي تقنعها لانها موهوبه ومشهوره. وهنا بيضطر اكو يتدخل وعلى طول بيثبتها بكلمتين ويقول لها انت جميله وزي العسل، واكيد الفرقه هتنجح بيك يا عسل انت. والبت جيني لما بتسمع كده قلبها بيدق 3 دقات وبدون تفكير بتوافق. البنات دي طيبه قوي يا خال، وفي ثواني بتجري معاهم على البيت عشان تمضي العقد. وبيفرح اكل ان هو كده اطمن على اخته وهي معاها. وفجأة بيجيله مكالمة، ولما بيرد بيبقى المنتج وبيعرض عليه يمثل في برنامج جديد، وبيقول له لو وافق يعرفه معلومات مهمة جدا عن إيلا. وعلى طول اكو بيكون مضطر ان هو يوافق. وتاني يوم بيروح على استوديو التصوير، لكن بيعرف ان هو برنامج معاهدة ولازم يرتبط بواحدة من الفريق، فبيحس بالإحراج لكنه مضطر انه يكمل عشان المنتج ينفذ اتفاقه معاه ويعرفه المعلومات. وبيفضل يمثل ويضحك ويمثل بقى ان هو لطيف. وجيني بتتفاجئ لما بتشوف البرنامج وقالت منكم كلكم كدابين. البت اتصدمت وبتحس بالغيرة قوي لانها معجبة بيه، وبتخاف يرتبط بواحدة منهم بجد. بعد كده اكو بيتعرف على بنت مش سالكة كده معاه في البرنامج، وبتعترف له انها اعجبت بيه من اول نظرة. الواد اول ما بيسمع الكلمتين دول بيعرق وبيتوتر،
وما بيرضاش يكسفها لان الكاميرات بتصورهم ليل ونهار، فبيمثل ان هو كمان بيعجب بيها. ولما بيرجع البيت بيلاقي جيني هناك قاعده مستحلفه له، بتقول له انت جيت تتابع البرومبا من بقى البت اللي كنت معاها في البرنامج دي. علي تزعل انها بتحبه وغيرانه عليه. تاني يوم بيروح لبرنامجه وبيقابل المنتج، فبيطلب منه يحكي له المعلومات اللي يعرفها عن امه، لكن بيرفض وبيقول له ان هو يعرفه كل حاجه بعد ما البرنامج يخلص. بعدها بيسيبه ويمشي. اكو بيشوف بنت اسمها شيا، وشيا بتكون بتحاول تتعرف على واحد عشان ترتبط بيه، لكن بتيجي البنت اللي مش سالكه وبتخطفه منها، فبتتعصب شيا وبتتخانق معاها، وبسبب كده بتعورها، بس بعد كده بتعتذر لها. والبنت اللي مش سالكه بتحضنها وبتمثل انها مش زعلانه منها، وبتعمل نفسها طيبه عشان تكسب تعاطف الجمهور، وفعلا بتنجح خطتها وبتتشهر اكتر واكتر، والاخبار بتنتشر في كل حته. بعد كده ناس كتير بتفضل تتنمر على شيا وبتغلط فيها، وظهرت هي بصوره وحشه، ولما بتروح المدرسه بتسمع زمايلها هما بيقولوا عليها كلام وحش، فبتزعل وبتمشي وهي بتعيط. وبالليل بتكون راجعة للبيت، فجأة بتحصل عاصفة والجو بيقلب، فبتتزحلق وبتقع على الأرض، فبتبدأ تفتكر الكلام اللي بيتقال عليها، وإن كل الناس بتكرهها وبتنمروا عليها، وبتفضل تعيط وبتحس باليأس جدا، وبتقرر ترتاح من حياتها. بتقف عند الكوبري وبتغمض عينيها ساعتها عشان تموت، لكن فجأة بيوصل أكو في الوقت المناسب وبينقذها ويمسكها قبل ما تعمل حاجة في نفسها. بياخدها في حضنه علشان يخفف عنها. أنا كمان أخدك في حضنه وأخفف عنك. وبياخدها معاه للاستوديو، وهناك بتتفاجئ ان فريقها مستنيها، بتتفاجئ ان هما بيحبوها قوي وخايفين عليها. بتفرح جدا وبتشكرهم وبتبقى عايزه تنسحب من البرنامج، لكن اكو بيقنعها ان هي تكمل وانها لازم تحسن صورتها قدام الجمهور. وتاني يوم اكو بياخدها ويخرج عشان يحسن نفسيتها. طب ما انا مستعد اخدك واخرجك واحسن نفسيتك. وبيخرجوا كلهم مع باقي الفريق علشان يقربوا من بعض اكتر ويفهموا بعض اكتر، وبيروحوا الشاطئ ويفضلوا يلعبوا ويتصوروا مع بعض وبيقضوا وقت لطيف. بعدها بيحتفلوا بعيد ميلادها، يقدموا لها هدايا ويفضلوا يغنوا ويرقصوا. يا جدعان انا عيد ميلادي قرب، ها كله جهز الهديه بتاعته. وكانهم عيله واحده، وبيقدروا يحولها من ان هي بنت منبوذه لبنت اجتماعيه وبتحب الناس كلها، والناس كلها بتحبها. وبينشر الصور وفي فيديوهات، وبسبب كده الناس بتحبها وبتتشهر جدا، وبيبقى عندها متابعين كتير. عقبال يا رب ما تشهر ويبقى عندي متابعين كتير. حط لايك يا اسطى، اكتب تعليق. بعد كده بتتأثر شيا باللي اكو عمله علشانها، بتحس ان هي بدأت تعجب بيه، وبيقولوا له ايه شكل البنت اللي انت نفسك ترتبط بيها. بيفتكر على طول ايلا وبيفضل يوصف في جمالها، طيبتها وضحكتها اللي بتديله امل. بتفهم شيا ان هو بيتكلم عن المغنيه اللي ماتت، لكنها ما بتبقاش عارفه ان هي والدته، وبتقرر ساعتها ان هي تقلدها. وبالليل بتتفرج على صورها والحفلات بتاعتها عشان تتقمص الشخصيه بتاعتها. وتاني يوم بيتجمعوا عشان يصوروا البرنامج، لكنها بتقف قدام الشمس وبتضحك من قلبها. وبتفاجئ اكو لما بيشوفها وقلبه بيفضل يدق، لانه حاسس ان هي بتفكره بايلا. بيفضل باصص عليها. بتفرح هي جدا ان هي قدرت تلفت انتباهه، وبتطلب منه يخرج معاها، فبيوافق وبيقعدوا مع بعض قدام البحر. بيفضلوا يتكلموا عن ايلا، وهي بتقول ان هي لاحظت ان هي كانت بتغني من قلبها، وبتخمن ساعتها ان هي كان ليها اولاد في السر، وبتقول ان اكيد ولادها دول كانوا كل حياتها. بيتفاجئ اكو جدا من ذكائها، بتأثر جدا بكلامها. ولما بيرجع البيت بيفضل يتفرج على صورها، بيفتكر ذكرياته معاها، وبيحس ان هو مفتقدها جدا. تاني يوم بتروح جيني للمدرسة، لكنها بتسمع الطلبة وهم بيتكلموا عن اكو وان هو هيرتبط بشيا، فبتزعل جدا وبتحس بالغيرة لانها معجبة بيه. في الوقت ده بيوصل اكو وبيقول لها ان كل ده تمثيل، وبيعرض عليها ان هي تخرج معاه بعد المدرسة، فبتفرح وبتفتكره موعد غرامي، فبتروح معاه على طول وهي متحمسة. لكنها بتتفاجئ ان هو واخدها معاه الملعب عشان يلعبوا مع بعض الرياضة دي المفضلة بتاعته اللي كان بيلعبها مع والدته. وساعتها جيني بتحس بالاحباط لان هو بيعملها زي اخته، لكنها ما بتهتمش، لكنها بتبقى مبسوطة لان هي قريبة منه اكتر واكتر. تاني يوم بيجي معاه التصوير اخر حلقة في البرنامج، كله بيبقى متحمس جدا. وساعتها بيقرر اكو يفاجئ الجمهور، وبيروح يعترف للشيا ان هو معجب بيها وبيحضنها. يا بختك يا اكو، يا ريتني كنت معاكو. وجيني بتتفرج على الحلقة، وبالرغم ان هي عارفة ان ده تمثيل بتزهق وبتفضل تعيط. وتاني يوم بيروح اكو يقابل المنتج، بيتفاجئ ان هو بيشكره على البرنامج الجميل اللي حقق مشاهدات كتيرة بسببه هو، وبيقوله ان هو هينفذ وعده، وبيتفق معاه قبله بكره علشان يقوله مين الشخص اللي ايلا كانت بتحبه. بعدها شيا بتروح تتكلم معاه وبتسأله اذا كانوا هيفضلوا مرتبطين بعد البرنامج ولا لا، فاكو بيصرحها وبيقول لها ان هو مش بيحبها وان كل ده كان تمثيل، وبيعرض عليها يكملوا تمثيل لحد ما الجمهور ينسى امورهم. فبتحس شيا بالاحباط لانها كانت معجبه بيه جدا، لكنها بتقرر تحترم قراره وبتشكره جدا على صراحته. بعدها بيودعوا الفريق وكل واحد يمشي من طريق. بعد كده اكو بيعرف ان في واحده منهم يوتيوبر، ولما بيتكلم معاها بيعرف ان هي بتحلم تبقى ايدل، لكنها ما بتقدرش تعمل كده دلوقتي لان عندها 25 سنه. فبتصعب عليه وبياخدها معاه للبيت،
ايه ده؟ هي اللي بتصعب عليك بتاخدها البيت؟ وبيطلب من المربية ان هي تضمها لفرقة اخته، لكنها بتعرفه ان الموضوع صعب، لكن الايدل لازم سنها ما يزيدش عن 20. فبتحبط اليوتيوبر وبتقرر ان هي تحكي لهم قصتها. بتقول لهم وهي صغيرة كانت بتاخد دروس رقص وغنى، لكن فجأة والدتها تعبت ودخلت المستشفى، واضطرت ساعتها ان هي توقف دروس وبقت تشتغل بالنهار وتاخد بالها من امها بالليل لان ملهاش حد غيرها، لحد اما صحتها اتحسنت. لكن ساعتها كان الوقت فات وكبرت في السن، وساعتها قررت تفتح قناة يوتيوب. فبيتأثروا جدا بكلامه وبيقرروا ان هم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة. والنبي يا جدعان اتأثروا بكلامه ويعملوا لايك ويشتركوا في القناة يا جدعان. فالكل بيتعاطف معاها، فبتقرر روبي تسمح لها تنضم للفرقة علشان تحقق حلمها. تفرح اليوتيوبر جدا وبتشكرها، وبيروحوا هما التلاتة صوروا اعلان للفرقة وهم متحمسين. طيب يا اخواتي، انا بصراحة كنت هكمل كل مسلسل تلخيص، بس انا قلت اجرب الاول واشوف التفاعل والتعليقات. لو الكلام ده كله شجعني انا هكمل تلخيص المسلسل. يعني لو انت شفت الملخص دلوقتي وعجبك وعايز اكمل باقي المسلسل كله وانزلهولك الفيديو الجاي، اعمل لايك وكومنت حلو شجعني ان انا اكمل، ونتقابل في الجزء الجاي ان شاء الله.